ناس بتسألني بتقول لي القناة اسمها القصة الحقيقية عن مصر. انت عمال تشير مقاطع من افلام ومن اغاني ومن حاجات قديمة وكده. فين القصة الحقيقية عن مصر في الكلام ده؟ طيب انا عايز اقول حاجة بس بسيطة. الفيديو دوت يعني يعتبر كأنه تعريفي بالمحتوى اللي بتقدمه القناة. مصر طبعا كلنا عارفين ان هي يعني ام التاريخ، وكتب عنها الاف المجلدات والمخطوطات، واعظم المؤرخين كتبوا عن مصر وعن تاريخ مصر. فلو جيت انا النهارده اقول ايه القصه الحقيقيه عن مصر وارجع اكتب اللي المؤرخين كتبوه او اعيد صياغته، هبقى انا عملت ايه؟ عمليا ما عملتش حاجه. ولكن مصر في اخر 120 سنه كانت رائده في عالم الصورة المرئية بوجه عام والفنون تقريبا بشتى أنواعها. مصر كانت رائدة فعلا منذ بدايات القرن العشرين، وبيتجلى هذا في المخزون الثقافي الجبار اللي مصر عاملاه تحديدا في السينما، في الخام 35 متر خام السينما. مصر عاملة مخزون تاريخي رهيب محدش قدر يوصل لها. يعني احنا نكاد نكون بننافس هوليوود. طبعا هوليوود سابقه مصر بحوالي 20 سنه، لكن مصر من الرواد فعلا. وبالتالي المخزون العظيم ده مش مجرد ان هو افلام للتسليه، لكن لا، دي بنت الوجدان المصري وبنت الشخصيه المصريه وملامح الحضاره المصريه في الايام المعاصره. بالفعل اتبنت من خلال المخزون السينمائي العظيم اللي هو يعتبر خلاصة مجهود وعصارة عبقريات رواد من مؤلفين ومخرجين ومصورين وبالطبع ممثلين ومغنيين ومنتجين. عالم رهيب رسم شكل مصر في 100 سنة أو 120 سنة اللي فاتت. ليه تحديدا الحاجات القديمة؟ لأن الحاجات القديمة فيها قيم حقيقية. احنا او انا مش في صدد ان انا انقد السينما الحديثه وكده، رغم ان فيها بلاوي زرقاء يعني كوارث، لكن انا ما بنقدهاش ولا حاجه ومش في مجال اني انقدها. يعني الحاجات الكويسه فيها فلاتات، لكن الحاجات القديمه في مصر كلها جميله الحقيقه، وكلها لو بتعبر يبقى هتعبر عن تاريخ مصر. فعشان كده انا فكرت، مش هطول عليكم، عشان كده انا فكرت لو هحكي قصه مصر احكيها ازاي؟ اكتب، ما في الاف غيري كتبوا. هنقل، لو هكتب يبقى بنقل لان مش هجيب جديد. لكن انا بكتب تاريخ مصر او بقول القصه الحقيقيه عن مصر من خلال كلمه قالها كوميديان، من خلال جمله غناها مطرب، من خلال سيكونس حلو سينمائي جميل، لقطه رومانسيه هي عالقه في ذهن وفي وجدان وذاكره الشعب المصري. عالقه، انا بعمل لها اعاده احياء، بعمل لها عمليه انتعاش. ده بيخلي على فكره احنا كمصريين والمحبين للسينما المصريه في كل العالم العربي يحصل حاله من التلاحم، او نخلق مساحه مشتركه وجدانيه ما بين كل محبين الفن او تحديدا السينما المصريه. عشان كده انا مستمر في هذا الامر. وطبعا المقاطع دي كلها ليها غرض، يعني هي مش لمجرد الاقتباس، لان لو اقتباس القناه هتتبلك من اول يوم. لان مع الاسف، وبقولها وانا حزين، ان في مصر باعت المخزون السينمائي الرهيب ده، ومنه لله اللي باع. المهم انها باعت الحد ده عظيم بصراحه، لانه حافظ على التراث المصري. هو مش مصري، هو خليجي وكلنا عارفينه. هو اللي اشترى 90% من المخزون المصري، مخزون السينما المصريه يعني، ومحافظ عليه الحقيقه، وكتر خيره انه محافظ عليه. واحنا بنحترمه وبنجله، لان لو كانت الثروه السينمائيه دي فضلت في ايدين المصريين كانت اتدمرت الحقيقه، صدقوني. لان احنا ما عندناش حاجه غير ان احنا نبيع، يا اما الشيء بيهمل لغايه ما يتدمر ونضطر في الاخر نبيع خردة. السينما المصريه ما تتباعش خردة. السينما المصريه هي اللي حققت الشكل العظيم اللي مصر عليه النهارده في اخر 120 سنه. فعشان كده
يعني ما تتفرجوش على المقاطع اللي بنشيرها على القناه من منطلق المتعه كده والضحك وبس. لا، كل مقطع ليه معنى، والجمل اللي بتتكتب على المقاطع هي ليها معنى ومعاني عميقه. بس كده، استمروا بقى في مشاهده القصه الحقيقيه عن مصر بنفس الطريقه اللي بقولكم عليها دلوقتي، وشكرا لوقتكم.